كانت تذاع باستمرار في إذاعة BBC بلندن. نعم. وحتى أن يعني تكتب واحد المقال في جريدة، كانت واحد جريدة تصدر ديال هنا لندن. نعم. إلى تذكرتها. نعم. وتكتب واحد المقال جميل جدا. كان أولى الأغنية يا ربي كان نسيت البرنامج اللي كان فيه، كانت تذاع بزاف، وكانت تذاع في إذاعة صوت العرب بالقاهرة. نعم. يعني دعت بزاف احلى طريق، وكانت اغنيه جميله جدا. كانت البدايه يعني قويه، وانا مثلا يعني الفضل ديال الاستاذ عبد الله عصامي، الفضل ديال الاستاذ الموسيقار الكبير الراحل احمد البيضاوي. نعم. يعني هادو كلهم اساتذه. انا حقيقه انا كنت في البدايه، ولكن انا خديت من كل واحد، خديت منه شي حاجه. نعم. كما يقال من كل بستان ورده. صحيح. طيب استي حسن. نعم. تفضل. كنت كتكلم على هذا الجانب اللي احنا بصدد الحديث عنه، والذي يتعلق بهذه التجربة وانطلاقتها المتوثبة منذ أولى البدايات أو أولى العتبات. هو في الواقع لم يكن مستغربا أن أحلى طريق تحقق هذا الانتشار الكبير، ببساطة لأن من غنتها هي أحلى صوت. نعم. الله يخليك. العفو. لكي ندرك الخصائص الجميلة والراسخة التي تزخر بها الفنانة الكبيرة لاله فاطمة الزهراء، يكفي أن ندرك 3 أمور. أولا أنها جربت كل الأنماط الموسيقية الرفيعة المستوى، لم تظل سجينة في نمط واحد. نعم. بل كانت دائما تتجدد تقريبا كمياه المسبح. تمام. تتجدد مع كل مرحلة، والدليل آخر أعمالها أنا والليل سهرانة. نعم. هذا العمل الجميل والرائع الذي جربت فيه الكثير من الأنماط الأخرى التي لم تجربها من قبل، بمعنى الانفتاح على الأصالة ثم الحداثة في الغناء. تماما، ما هو طربي منسجم مع ما هو شبابي إيقاعي. نعم. لا ننسى أن لاله فاطمة الزهراء غنت للعملاق الكبير أحمد البيضاوي. نعم. ربما إذا لم تخني المعلومة أن آخر من غنت له. نعم. آخر ألحان كانت بصوتها. تمام. صحيح أستاذ حسن زريش. كان عندي مع جوج الأغاني كان اتصل بيا هو، كانت عندي ذكرى المسيرة. نعم. ومن بعد غنيت له أغنية يا زي الولاد، كانت وطنية كانت على عيد الميلاد صاحب الجلالة اللي كان آنذاك ولي العهد. تمام. جميلة. وكان يعني كان مريض جدا، يعني كان في آخر أيامه، وهكاك يعني رغم المرض ورغم التعب فكان حريص يعني يكون هو اللي حاضر في التسجيل، وهو اللي ومع الموسيقيين. نعم. وحريص حتى على الطريقة كي غتصور الأغنية أو يصور العمل، لا سواء نعم. ذكرى المسيرة أو فأنا. والجميل أنه الأغنية بالشعر العامي، والموسيقار أحمد البيضاوي تعود على تلحين الشعر بالفصحى. كانت يعني نقولوا اللغة الثالثة أو اللغة البيضاء، ما أعرف كيفاش نسميها، ولكن يعني هو مبدع كبير، وكانت محظوظة أنني لحقته يعني لحقته أنا باش نغني له. فكانت آخر أغنية، كان آخر عمل اللي كنا سجلنا معاه. بعد مسكين يعني الله يرحمه مسكين. نعم. بعد كان توفى من بعد ما كملش يمكن 20 يوم ولكن كان مريض جدا. نعم. فأنا محظوظة لأن تعاملت مع هذه الأسماء الكبيرة، وكذلك مع الآخرين، مع الأستاذ عبد الدين منتصر، شكيب العسيني، يعني كثير. ومن وضعك على عتبة البداية هو الأستاذ الموسيقار عبد الله عصامي أطال الله في عمره. فهو الأستاذ عبد الله عصامي كنت نعتبره الأب ديالي، الأب الروحي. يعني كان تيجي عندي للدار وينايدات معنا وتيضحك مع وليداتي، يعني
الذكريات جميله، وتعاملت معاه من غير احلى طريقه، تعاملت معاه في اغاني اخرى. نعم. وكانت واحد التجربه رائعه فريده من نوعها في ذاك الوقت، ان خدينا كلمات من التراث الاندلسي، او نقولوا اللي تيتغنى تيقولوا دابا طرب الاله، التراث الاندلسي، ان تيتغنى دابا يا غزالا بالحمى ما اجملك، يا تراثي قتلتي من حللك، فاخدين وحن الطيور من غربتي. نعم. وكان طبعا دابا تتغنى بالاندلسي العادي اللي تنسمعوه. صحيح. فهو خدينا هذا، كان عاقله ليله، واحد الليله جلست انا وياه في الدار عندي وبقينا تنشوفوا النصوص، فعزلنا هادو وتلحنوا لحنا بطريقه عصريه. وهنا شوف الابداع ديال الاستاذ عبد الله إفرامي، ودار لهم التوزيع الفنان يونس ميغري. نعم. فتنشوف هذوك الاغاني كانوا سابقين عصرهم في ذاك الوقت فعلا. ومن بعد تعاملت معاه في النزاعه. فالفضل ديال الاستاذ عبد الله إفرامي كبير بزاف عليا. نعم. طيب نرجع عند السي حسن. اسمحوا لي واحد كلمه استاذ حسن، اولا الف مبروك على اصدار الكتاب ديالك الغوايه. وانا هو الجانب اللي كنت باغي نشوفه مع سي حسن، المتخصص والبارع في رسم البورتريهات. هو ماشي هذيك البورتريهات امبراطور البورتري بالدقه وبالخيال الخصيب. سي حسن، نعم، انا بغيت البورتري ديال فاطمه الزهراء الحلو كيف وضعته، وما هي أبرز الملامح التي ركزت عليها، ليس تشكيليا ولكن إبداعيا بكتابتك الجميلة والرصينة؟ الله يحفظك. إذا سمحتوا لي أنا غادي نرجع لكم سريعا بشكل وجيز العملاق أحمد البيضاوي. نعم. وأنتما تتكلما عن هذا الرجل الذي بصم عصرا بكامله، النابغة الكبير والذي بصم عصرا بكامله. تذكرت مقارنة ما قد تبدو بعيدة ولكنها بكل تأكيد قريبة. نعم. ما فعله أحمد البيضاوي مع المطربة الكبيرة فاطمة الزهراء يشبه تماما ما فعله بليغ حمدي مع أم كلثوم. نعم. كما انتبهت سي عبد الحميد أن أحمد البيضاوي يعني اعتاد على روائع اللغة العربية. نعم. ولم يكن يذهب إلى العامي، لكنه مع لاله فاطمة وقع هذا التحول والذي أنتج هذا العمل الرائع. ونفس الأمر حدث ولكن بشكل آخر طبعا في إطار التلحين وفي إطار يعني نتذكر حب إيه اللي انت جاي تقول لي عليه. نعم. إلى آخره. هذا فيما يخص يعني كان تمرد بليغ حمدي واضحا على جيل الصنباطي وزكريا أحمد، بحيث أن بليغ حمدي أدخل الحداثة في صميم إبداعاته مع أم كلثوم، سواء من خلال الآلة الموسيقية أو حتى نمط التلحين. عندي إضافة، أنا أعتبر ماشي غير أنا، حتى ملي كنت في القاهرة الأستاذ أحمد البيضاوي لا يقل شأنا عن الأستاذ محمد عبد الوهاب ولا يقل شأنا عن الأستاذ بكل تأكيد. نعم. لا يعني طيب نمشيو أسطورة سيظل الأستاذ أحمد البيضاوي أسطورة الفن العربي مش المغربي. طيب نمشيو للبورتري اللي رسمته سيدي حسن على فاطمة الزهراء الحلو. البورتري هو صدر في كتاب من وحي الغواية أنا وهؤلاء، وهو كتاب حديث الصدور. نعم. ويتضمن مجموعة من البورتريهات، ومن ضمنهم البورتري الخاص بالفنانة الكبيرة فاطمة الزهراء الحلو. هذه الفنانة التي يجب أن نذكر أن صوتها كان مثار إعجاب كبير من عباقرة مصر. يكفي أن نذكر أن كمال الطويل ومحمد الموجي عبرهما معا عن إعجابهما بصوتها. نعم. ونفس الأمر بالنسبة للموسيقار الذي رحل خلال الأسبوع الذي مضى، محمد سلطان. كذلك للإضافة كان هذه مع أستاذ حسن، ما يمكن ما كانش معلومات، وبهذه المناسبة نبغي نعزي العزاء الشعب المصري بفقدان الموسيقار الكبير محمد سلطان، لأن استضافني في البيت ديالو وكنت هو الأول اللي غنتعامل معه في مصر.
نعم. محمد سلطان. طيب محمد سلطان. طيب وحين نقول محمد سلطان يعني نقول أن هاني شاكر محمد سلطان من اكتشف هاني شاكر تماما، ومن قدم الروائع لشريكة عمره فايزة أحمد. تماما. طيب سي حسن، الملامح ديال البورتري مازال ما كملتيها لنا. نعم، أنا فكرة البورتري جاءتني حين علمت بالضبط. أنا يعني أتحدث الآن عن أسباب النزول. نعم. حين علمت وقرأت أن رائعتها، أغنيتها الرائعة عشاق السلام، نعم، جعلت ياسر عرفات يسعى إلى نشتاق السلام. عشاق السلام، عفوا، عشاق السلام. نشتاق السلام، كلمات الشاعر الأستاذ محمد حاي ولحن محمد مادري. تماما، في مهرجان أريحة الدولي. تماما. نعم. فهذا المعلومة هي من جعلتني يعني أبحث وأتجسس وراء لاله فاطمة. طبعا يعني بصرف يعني بالتأكيد أن الصوت ديالها وأن مجموعة من أغانيها التي استمعت إليها وكانت لا تطربني فقط بل يعني تدفعني إلى الكتابة. وهنا سأكشف شيئا. أن أغنية لها اسمها صحراؤنا. نعم. هذه الأغنية كنت أستمع إليها وأنا أكتب العديد من البورتريهات. نعم. فانطلاقا من ذلك وضعت نص بورتري حاولت من خلاله أن أبرز 3 أمور. أولا شخصيتها كفنانة. نعم. وكيف أن هذه السيدة حافظت على شموخها وكبريائها في زمن الابتذال. نعم. وظلت عالية في السماء في زمن هبط فيه الكثيرون. ثانيا صموقها فوق الخشبة، مما أتذكره في مدينة سطات حين غنت النشيد الوطني. نعم. كانت تجربة متفردة. أستاذ حسن، وكما إلى تعقلتي كانت عندك هذه الفكرة ديال الكتاب ملي كنا في مدينة سطات وانت عندك ملي تلاقينا في الفيلا ديال الربيعة الشاهد. فنانة تشكيلية اللي كنوجهوا لها تحية صادقة في مهرجان بصمات. فبالنسبة للنشيد الوطني غير كاينه واحد بين قوسين أن يمكن أنا أول وحدة اللي سجلت النشيد الوطني بشكل أوبرالي. صحيح. نعم. طيب سي حسن، يعني الجانب الثالث والأخير الذي ركزت عليه هو يعني صوتها. إذا شئتم ممكن أن أقرأ بعض. تفضل. قبل أن نودعك سي حسن، أرجو أن تختار مقتطفا من البورتري. مقتطفا قصيرا. كل أغنية أطربتنا بها صعدت بها إلى حالق. كل إحساس ترنمت به قادها نحو الإقامة الدائمة في ذاكرة الغناء مغربيا وعربيا. لذلك كلما جاء ذكرها على الألسنة صدح صوتها في الآذان وبرزت صورتها في الأفئدة وعزفت الأحاسيس على أوتار إحساسها. عاشت فاطمة الزهراء الحلو هذه السامقة كالسنديانة في زمن الكبار قيمة وقامة. جايلت وزاملت عباقرة الغناء مغربا ومشرقا حين كان للغناء أصوله وقواعده ورواده. في الصف الأول كانت، في الصدارة ظلت. ذاكرتها ملأى بسرائر أزمنة وأمكنة وشخوص وقصص تضج بالفن والسياسة وما بينهما. على مدى مسارها العاطر في إطراء مجال الأغنية المغربية ظلت فاطمة وفية لشيم الفن الراقي، بقيت مخلصة لشمائل النبل وعنها لا تحيد. جميل جدا، وتحية لك سيدي حسن بيريش. أشكرك على هذه الشهادة العميقة في حق فنانتنا المحتفى بها. شكرا مجددا سيدي حسن. شكرا أستاذ حسن. هذا ماشي شهادة، نعتبره هذا تكريم خاص
لمسيرتي الفنية. شكرا، ألف شكر لك. شكرا مجددا. دائما التألق إن شاء الله. الله يخليك. شكرا. ونبقى مع صوت فاطمة الزهراء الحلو في إحدى أجمل الأغنيات. وتمضي الليالي هوى وانتظار، يعود المهاجر ويأتي المسافر، ولست بحاضر لست بحاضر بعيد المزار. يعود قطار ويمضي قطار وتمضي الليالي هوى وانتظار، يعود المهاجر ويأتي المسافر، ولست بحاضر لست بحاضر بعيد المسار. أقلب طرفي أمامي وخلفي، أقلب طرفي أمامي وخلفي، لعلك تطفي لهيب الجمار لهيب الجمار لهيب الجمار. يعود قطار ويمضي قطار، يعود قطار ويمضي قطار، يعود قطار ويمضي قطار، ولست بحاضر. يمضي قطار ويأتي قطار، وأعرف أني بغير اختيار، أصدق وهما بأنك يوما سترجع حتما، ترجع حتما كنور النهار. يمضي قطار ويأتي قطار، وأعرف أني بغير اختيار، أصدق وهما بأنك يوما سترجع حتما، ترجع حتما كنور النهار. فدعني لكذبي دعني لكذبي دعني أغالط قلبي، لكذبي دعني فدعني لكذبي دعني لكذبي. أغنية جميلة فاطمة الزهراء الحلو، يبرز فيها الصوت والأداء الأنيق وأيضا اللحن الجميل والبديع. شكرا أستاذ. شكرا. تفضلي. تفضل انت. تفضل أستاذ. طيب، تعاملتي مع الكبار كما ذكرت،
تعاملت مع الموسيقار أحمد البيضاوي وكذلك الأستاذ عبد الله عصامي وشكيب العاصمي وعز الدين منتصر، مثلما تعاملت مع شعراء مرموقين من أمثال محمد حاي والراحل العزيز عمر التلباني، وقائمة طويلة، ولكنك في الآونة الأخيرة وفي ظل الانفتاح ودخول الأغنية طورا جديدا كان التعاون مع موسيقيين شباب، وبالتحديد من لهم دراية موسيقية ودراية عميقة بالتلحين، ومن ضمنهم المبدع الأنيق كذلك والجميل سي محمد الشقراوي الذي تبرز بصمته بشكل خاص في جميع الأعمال التي قدمتها معه. ومعنا سي محمد الشقراوي على الخط. مرحبا بك سي محمد وتحية لك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لي الشرف انني نكون في المنصة، وتحية لاله فاطمة الزهراء الحلو. خرجناك ربما من المنصة ياك؟ لا يلا غنطلع المنصة. غتطلع المنصة، ربما أخرناك شي شوية. لا معليش. أي ناخذ بضع دقائق من عندك باش ما نعطلوك شي. طيب، كيف جاء التعاون مع الأيقونة فاطمة الزهراء الحلو؟ والله أنا كنت تلحن واحد الأغنية لواحد الشاب أحمد ياسير، معك الموزع الكبير كريم سلاوي، الفنان الكبير اللي كنوجهوا له تحية. تحية كبيرة سي كريم. ومع الصدفة سمعت مشات لاله فاطمة سمعها لي كريم، مشات للاستوديو وهو سمعها لها كريم، وفاش قالت لي شكون صاحب هذا الالحان والكلام، قال محمد الشقراوي، وصافي بدينا التعامل. كان اول تعامل هو اغنيه هو. نعم. اش من سنه بالضبط؟ 2010 وقيلا. 2010 هذه الأغنية مشيت الأيام المهرجان أيام قرطاج الموسيقية في تونس. نعم. وعلى ذكر أيام قرطاج بتونس، كان عندك واحد الحدث أعتقد لا يزال عالقا بذاكرتك، توشيحك هناك من قبل الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي. نعم. بوسام الاستحقاق الثقافي، وهو وسام رفيع كان حين ذاك بتونس. الوقت صحيح. لا بغيتي باش محمد نساليو معاه. انا كنظن نعطيوه الشهاده ديالو اللي قدمها في حقك، ومن بعد ندخلوا في التفاصيل معك. نعم تفضل سيدي محمد. الزهراء من خلال التعامل ديال اصلا انا تعاملت مع فنانه كبيره، يعني فاش تسمع في انتظار القطار اللي استمعت لها دابا، انا بعدا من لي فان ديال لاله فاطمة الزهراء حلو. وهذه الاغنيه من اجمل الاغاني كذلك. وذكرى المسيره ديال نعم. الحان احمد البيضاوي روعه جدا تماما. لحد الان انا باقي نسمعها من اللحن البديع. وصراحه انا تعاملت مع لاله فاطمة الزهراء اغاني سنين طويله، يعني 10 سنين ديال الاغاني. 12 عام ديال الاغاني، وديال قدمنا فيها بزاف ديال الاعمال. سيدي محمد، شنو اللي كيميز برايك فاطمه الزهراء، سواء على مستوى الصوت او الاداء او التفاعل مع اللحن؟ لاله فاطمة الزهراء هي فاش تعطيها اللحن والكلمات كيما تتلون معها، فهمتيني؟ تتمشي نعم. مع داكشي اللي فهمتيني تنعطيها، تتلون مع الاغنيه، تلبس اللحن. تتلبس اللحن وتتلبس الكلام وتتجمله بالصوت ديالها. ما شاء الله الامكانيات الصوتيه كاينه كبيره وبزاف وداك الشيء علاش تعاملنا دابا 12 عام. ألا ترى معي أن فاطمة الزهراء الحلو لم تأخذ حقها كما يجب من قبل الإعلام وكذلك من قبل النقاد؟ في المرئي، أما نعم. الإذاعي ما شاء الله. نعم. الإذاعي متواجدة في الإذاعة، أما في المرئي قليلة وبزاف يعني.
وحتى إشعاع أغنية فاطمة الزهراء الحلو امتد خارج الوطن، وكانت محطة اهتمام من قبل كبار الموسيقيين والمبدعين. نذكر أنها غنت حينما غنت في دار الأوبرا بمصر، كان الاهتمام بها وبصوتها شديدا، وأيضا في الديار التونسية كان الاهتمام بها وبصوتها، وفلسطين. وأنا تعمدت أن أترك محطة أريحة بفلسطين فيما بعد، لأن فيها الكثير ما يمكن أن يقال. طيب سي محمد، الآن تقريبا هناك 10 أغنيات اللي قدمتها أعتقد فاطمة الزهراء الحلو. ملحوظة أستاذ النقراشي، هو ليس فقط ملحن، بل هو كاتب، هو اللي تكتب الكلام واللحن، إلا أغنية واحدة اللي هو لحنها أنا إنسان. نعم. اللي لحنها وكانت ماشي من كلماته، كانت من كلمات الفنان الكبير الراحل الأستاذ رضا الخويني. نعم. في 2019 عن العنصرية. عن العنصرية. فأعطاها يعني واحد اللحن رائع جدا. نخليه هو يتكلم، أنا مش ما نعرفلوش. أنا إنسان سي محمد الشقراوي. أيه. تفضل. أنا إنسان جبت لي الكلام ديال الفنان الكبير الراحل الله يرحمه رضا الخويني، ويعني بقيت مع الكلام تلحنته، وانا الاغنيه قريبه لقلبي. انا انسان. نعم. طيب وصلت اليوم في 2022 انا والليل سهران، أغنية من أجمل الأغاني وتذاع كثيرا على أمواج إذاعة طنجة، خاصة في الساعات الأولى من الليل، ولها عشاق كثيرون ولها ميسم خاص. أنا أود أن تتحدث لنا عن هذه الأغنية طريقة التلحين التي اعتمدتها سيدي محمد. والله أنا يعني قبل كنت أكثر الألحان اللي تنخدم مع الفنان تكون منوعة، فن بلادي، مجنونة بيك، جاني الغالي، فلامينغو. نعم. فتعمدت أني نغير اللحن ونعطيها شي لحن جديد اللي فهمتيني. نعم. ما غناتوش من قبل. فاش خدات اللحن عجبها وغناتو، يعني قلت لها هاد الأغنية دي فاطمة الزهراء حلو جديدة. نعم. جديدة. لوك جديد في الأغنية. طيب. بحال فاطمة الزهراء الحلو خرجت جديدة في هاد الأغنية، يعني نعم. غيرت الجلد ديالها. نعم، ولكن نحو الأفضل مع الأسف اليوم سيدي محمد، قبل ما نختم معك، اليوم مع الأسف الأنماط الهجينة التي نسمعها والتي جعلت الأغنية تفتقد إلى الركن الأساسي وهو الكلمات والألحان التي ليست مدروسة بشكل جيد، إضافة إلى الأصوات اللي ممكن أن يقال فيها ما يقال. اليوم صرنا نحتاج إلى بعض التجارب الجميلة، وأنت بمعية فاطمة الزهراء الحلو تقدمان نموذج جميل في الأغنية المغربية، نموذج لا ينفصل عن الأصالة ويرتبط أيضا بالمعاصرة في الفن. بغيت ندافع واحد الكلمة أستاذ النقراشي. نعم. سي محمد الشقراوي واحد الفنان رائع جدا، يستحق كل التنويه وكل التشجيع. شاب يعني أنا صراحة شوية صعيبة أنا في الاختيار يعني الألحان ولا الكلمات، ولكن سي محمد الشقراوي واحد الفنان، شوف فنان كبير. أنا نعم. وخاوة صغير في الفن، ولكن تبارك الله عليه في أفكاره وفي تعامله، واحد الإنسان ناضج. نعم. أنا يعني ومن غير هذا الشيء فهو كان أستاذ في المعهد الموسيقي. نعم. ودارس، وإنسان دارس في الموسيقى، ماشي غير عشوائي هكذا. نعم. 5 سنوات في المعهد، وعازف آلة بيانو وجيتار. تبارك الله. وصوت جميل. نعم. إضافة إلى أنه كاتب وملحن وعازف وصوت جميل. نعم.
وعلى ذكر الصوت الجميل فربما الآن عنده سهرة نخليوه يطلع للخشبة لكي يمتع جمهوره ان شاء الله. واكيد غتكون عندنا لقاءات مع سي محمد الشقراوي. اكيد هي الشرف الكبير طبعا. الله يحفظك ونتمنى لك دائما مسار موفق، وغنهديو للمستمعين والمستمعات في هذه الليله الجميله انا والليل سهرانه بصوت الرائعه فاطمه الزهراء الحلو.